ده معروف قوي، دي محمصة القصر عندها كذا فرع في السيدة زينب. ده اللي جنب صوبيا الرحماني، يعني قريب من شارع خيرت، او اول شارع خيرت، او قدام مدرسة الثانية. المحل ده طبعا تحفة، حلو قوي، عنده حاجات جميلة جدا، وعنده اسعار عالية وعنده اسعار متوسطة وعنده اسعار معقولة يعني. بس بصراحة هي الاسعار عامة غالية جدا السنة دي. عنده كل حاجة متوفرة، عنده البلح طبعا بداية من 55 جنيه، وفي ب75 وفي ب100. ده بالنسبة للبلح. بلح أسواني حلو جدا. التمور كلها عامة بالأسعار دي. عندهم بقى القمر الدين بيبتدي من 50 لغاية 80 جنيه، وفي الشلاح طبعا لا يعلو عليه اللي هو ب100 جنيه. دي الأسعار بتاعتهم. عندهم السوبيا وعندهم التمور كلها بأنواعها، عندهم الغالي وعندهم الرخيص. كل البلح اللي عندهم أسواني، وعندهم كمان تمور المدينة. عايز أقول لكم إن المحل ده مشهور ومعروف قوي من زمان، هي محمصة القصر. على فكرة الصوابع دي صوابع قمر الدين حلوة جدا، وسريعة الذوبان. وبعدين حلو على فكرة، احنا استعملناه قبل كده، طعمه جميل جدا. اللفة دي اللي هو التين، حلو جدا. هتلاقي تقريبا هو كيلو او كيلو الا حاجة بسيطة، هتلاقوه بحوالي 100 جنيه. في طبعا الجوز الهند هتلاقيه ب 240 جنيه، وفي الزبيب ب 240 وب 250 وفي ب 200، على حسب الخامة او الجودة يعني في بيبقى زيوته عالية شوية، وفي بيبقى زيوته خفيفة، يعني على حسب الجودة بتاعة الحاجة. عندهم طبعا المكسرات، البندق واللوز والجوز اللي هو العين الجمل، وعندهم المقشر، وعندهم اللي بقشره، وعندهم الحصى. كل حاجة عندهم متوفرة. عندهم الكاجو والعين الجمل طبعا زي ما انتم شايفين الأسعار اهي. والقراصية طبعا المخلية في ب500 وفي ب580 الجامبو. وفي المشمشية نفس الحكاية. وفي التين ما شاء الله، التين الحبل بقى ب500 جنيه. وعندهم الفستق ب960 زي ما انتم شايفين. كل حاجة عدت قوي، الأسعار بقت معدية. بس هنعمل ايه؟ احنا بقى هو بيبيع في الميزة عنده ان هو بيبيع بالجرامات، يعني ممكن لو عايزة 50 جرام 100 جرام ما بيقولش حاجة، بيحسب لك عنده على الميزان، وبيضرب لك عند الكاشير الوزن اللي انتوا عاوزينه بتلاقوه. يعني مش شرط تاخدوا نص كيلو وكيلو وربع كيلو وكيلو الا ربع، لا ما بقاش فيه دلوقتي. ممكن تاخدوا بال100 جرام 50 جرام زي ما انتوا عاوزين. الاسعار زي ما انتوا شايفينها كده، المشمشيه الجنب ب580 والعاديه ب500، والقراصيه برضو ب500 وفي ب580. جميع انواع التمور عندهم اهو. ده اسمه القصر، محمصة القصر. ده بالظبط جنب محل صوبيا الرحماني، في ميدان السيدة زينب، بس من ناحية شارع خيرت. عندهم الصوبيا طبعا اللي هي ما كانتش ليها تمن، دلوقتي بسم الله ما شاء الله غليت جدا. وعندهم الرصوص، وعندهم التمر هندي السايب اللي هو عمان. كل حاجة عندهم موجودة، واسعاره زي ما انتم شايفين كده، كل حاجة مكتوب عليها السعر. وبسم الله ما شاء الله عليه اقبال، والناس بتشتري، اللهم بارك. ربنا يوسعها على الناس جميعا يا رب. كل حاجة عنده موجودة على فكرة. اللي هو الصوابع بتاعة القمر الدين، العلبة دي ب280 جنيه، بس بتكفي كمية مش قليلة. شايفين يا جماعة الكاجو في نوعين عنده، في نوع ب960 وفي نوع ب800 جنيه، وعنده السوداني ب180 جنيه. والتين الحبل ده ما شاء الله حلو جدا، بس هو بقى ب500 جنيه. اسعار طبعا معدية. وهنعمل ايه؟ موسم وكل سنة وانتم طيبين. بس عايزة اقول لكم الفكرة الجديدة اللي عندهم السنة دي ان هم بيبيعوا بالجرامات. يعني اللي عايزة 50 جرام 100 جرام 150 جرام 125 جرام، ما بيقولوش لحد لأ. انا كنت واقفة وشايفة كل الناس اللي بتقول وبتشتكي، وهو مسهل الموضوع ده. البلح برضو نفس الحكاية، عنده تمور المدينة وعنده تمور أسوان. أنواع بقى جامدة جدا لغاية 300 جنيه و200 جنيه و280 جنيه. البلح طبعا أسعار أنا مش عارفة ليه فلكية كده، حاجة غريبة جدا. بس يعني لما كان بيقول لنا دوقوا التمور بتاعتهم، لا حلوة جدا، مسكرة قوي ما شاء الله. أنواع فاخرة بصراحة، يعني حاجة حلوة جدا، يعني مش محتاجة ان الواحد يجامل او يقول لا، هو حاجته حلوة بصراحة. القصر ده عنده كذا فرع في السيدة زينب، ده اللي جنب اللي من اول شارع خيرت.